ابنك بيكذب كتير ومش عارف تعمل معاه ايه؟ في ناس كتير جدا اتكلموا معايا في النقطة دي، ان الطفل بيكذب كتير، عاوزين حل للنقطة دي ويفهموا هو ليه بيكذب. بص يا صديقي، مبدئيا لازم تفهم ان مش شرط ان الطفل يكذب ده معناه ان هو عنده مشكلة اخلاقية. ممكن تكون المشكلة ملهاش علاقة بالاخلاق خالص، هو بيكذب مثلا عشان خايف منك، او علشان معتقد ان الحقيقة مش هي اللي هتخليه مبسوط، او مثلا عشان يتجنب اي حاجة. في نوع من انواع الكذب اسمه الكذب الدفاعي، ان الطفل بيكذب عشان يدافع عن نفسه، يدافع من عقاب انت ممكن تعمله له، فبالتالي بيكذب. فهنا بنحاول نلجأ لحل بسيط، ان احنا نخلق للطفل بيئة صالحة هادية انه يقدر يقول فيها الحقيقة. ان انت لما الطفل يقول الحقيقة ما تنهروش، ما تخوفوش، لا انت تشجعه، تبدأ تنصحه بهدوء بالراحة، لانه بيلجأ للكذب الدفاعي عشان يدافع عن نفسه، هو خايف من العقاب، خايف من رد فعلك. ففي الحالة دي انت بتبدأ تفهمه ان هو مش محتاج يكذب، يقول الحقيقة، وانت تبدأ تسامحه وتفهمه ان ده غلط وده صح، وتبدأ تشجعه لما يقول الحقيقة. لان الكذب بيديك اشارة ان الطفل عنده مشكلة كبيرة في الثقة بالنفس، يكون عنده مشكلة في الثقة بنفسه، ممكن تكون عنده مشكلة معاك ومع اهله. فانت بتحاول تخلق له جو يساعد ان هو دايما يقول الحقيقة، ما يبقاش خايف ان هو يتحط في موقف دفاعي فيكذب. ايوه، الطفل لما تقول الحقيقة انت كافئه، ما تعاقبوش، وابدأ انصحه، هيبدأ يسمع لك. ده هيساعده انه يعلي ثقته بنفسه، ويبدأ يحب النقاش ويحب يتكلم معاك ويسمع لنصيحتك بجد، ما يبقاش خايف منك وخايف ان انت تنهره ويخاف ان هو يتكلم معاك تاني، فده هيخليه يكذب اكتر. فلازم نفهم يا جماعة ان الكذب عند الاطفال مش شرط يكون معناه مشكلة اخلاقية، اغلبية الوقت بتكون مشكلة نفسية وخوف، ودايما بيلجأ للكذب الدفاعي زي ما قلنا. ده كان بالنسبة لسؤال بعض المتابعين لينا، الاطفال بتكذب يتعاملوا معاهم ازاي. يا ريت لو تتواصلوا معايا على رسائل الصفحة او تسيبولي في الكومنتس مواضيع جدا نتكلم عنها الفيديوهات الجاية. انا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الاخرين. فلو انت عاوز تحسن من صحتك النفسية يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وشوف الفيديوهات اللي فاتت وتفاعل عليها علشان تساعدنا على الانتشار. وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.